عارفين ساعات كتير قوي بنقعد نشتغل على نفسنا من ناحية مثلا الشكل الخارجي أو إن الواحد يروح الجيم أو إن الواحد يطور من مهاراته. بس بننسى حاجة مهمة جدا، يعني من غيرها كل اللي احنا بنعمله ده ممكن ان هو اصلا ما يتشافش، واللي هي ان الواحد يبقى عنده كاريزما بتفتح لك ابواب في خلال ثواني، وهي اللي من خلالها بعد كده الناس بتكتشف بقية الحاجات اللي عندنا. عارفين كده لما يبقى فيه الشخص اللي هو اول ما يدخل الأوضة كل الناس تركز معاه؟ هو ده الشخص الكاريزما ولا هي جينات ولا هي حظ، هي من الآخر مهارة عادي جدا ممكن تتعلموها زيها زي بقية الحاجات. لأنه ممكن يبقى في ناس كتير أقل منكوا ذكاء وأقل منكوا علم، بس بالكاريزما اللي عندهم بياخدوا مكانكوا على طول، وده لأن الناس بتتشد ليهم وبتحب إن هي تسمع لهم وبيفتحوا لهم مساحات. فأنا بقى في الفيديو ده هقول لكم بخطوات عملية تقدروا إن انتوا تعملوها إزاي إن انتوا تحسنوا من الكاريزما بتاعتكم.